السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معايا فيديو جديد. ان شاء الله الوصفه تعجبكم جدا لانها سهله خالص، مفيش اي حاجه، بس الشكل النهائي زي ما انتوا شفتوا كده مختلف شويه. هنعمل مع بعض كيكه، بس هنزينها تزيين يعني زي الميجا كده. تمام، ايس كريم الميجا. مقاديرنا سهله وان شاء الله تعجبكم. طبعا ما تنسونيش بقى في اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد انا بنزله. اول حاجة خالص معايا عدد 3 بيضات بس. تمام. اي نوع بيض بتستعمليه، بس يعني ابيض احمر اي حاجة، بس بلاش بلدي. يعني البلدي في اي كيك في اي حاجة بيبقى بيسيب زفارة كده. تمام، فنستعمل عادي اي بيض عادي خالص. هنعمل 3 بيضات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، ويكون طبعا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقع عشان ما يبوظش معاكي الكيك وترجعي تقولي الكيك طالع هابط مني، هبط مرة واحدة مش حلو، في حاجة فيه بايظة مكتوم كده. الحاجات دي كلها بتبقى من انك انت حاطة حاجة ساقعة مع المكونات اللي احنا بنعملها. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده هنضربهم بقى ال3 بيضات دول. مش هنعمل عليهم اي حاجة خالص غير ان احنا هنضرب فيهم لحد لما يبيضوا شوية كده ولونه يفتح بالشكل ده. تمام كده اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. تفضلي تضربي فيه شوية كده حلوين. ما عندكيش مضرب كهربا ممكن تعمليه في الخلاط. تمام، او عجان اي حاجة يعني. هنزل بقى عليهم. معايا كوباية واحدة بس معيارية كده، اي كوباية عندك. دي كوباية كاملة خالص من السكر، يعني كوباية كاملة من السكر، او اللي هي الكوباية المعيارية. اي نوع كوباية انت هتستعمليها هتشغليها عليها كلها. يعني هتعملي بيها الدقيق، هتعملي بيها السكر، هتعملي بيها الزيت. ما تعمليش كوبايات مختلفة. تمام. هفضل برضو اضرب بالشكل ده لحد لما وصلت للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي كده. طبعا انا ما بجيبش معاكم الضرب علشان ما اطولش عليكم. معايا بقى الزيت بتاعي، معايا كوباية الا ربع من الزيت. تمام كده. كده يبقى 3 بيضات، كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت. تمام كده. وهضرب برضو بالمضرب بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. تمام كده. معايا بقى الفانيليا بتاعتي. انا نسيت ان انا انزلها اصلا على البيض، بس نزلتها دلوقتي مش مشكلة. تمام. معايا بقى كوباية من برضو نفس الكوباية، كوباية من اللبن او الحليب زي ما بتقولوا عليه. تمام. هنزل كوباية كاملة بالشكل ده برضو بدرجة حرارة المطبخ، علشان طبعا ما تحطوش حاجة ساقعة. تمام. بس كده. هنضرب بقى كل الكلام ده، وبعد كده هننزل الدقيق بتاعي كده. انا بعد ما ضربت بقى هنزل بقى الدقيق بتاعي. معايا كوباية ونص من الدقيق، بس انا بحب ان انا انخله يعني. تمام، كوباية ونص من الدقيق. هبتدي ان انا انزلها بالشكل ده كده. عايزة تعمليها كلها ابيض اعملي ابيض. انا هنزل 3 معالق من الكاكاو. عايزة تعمليها شوكولاتة زي ما انا ما هعملها كده اعمليها. مش عايزة شيلي الكاكاو وحطي مكانه ال3 معالق دقيق. تمام كده. كيك عادي خالص، مقادير سهلة بس الشكل مختلف شوية، وكلها شوكولاتة كده اللي بيحب الشوكولاتة اكتر يعني. تمام. هنزل كده الدقيق بتاعي مع الكاكاو، وهنزل عليهم البيكنج باودر بتاعك، كيك شيف، اي حاجة انت بتحبي تستعمليها. اهو بالشكل ده كده. هننزل طبعا الكيس كله، وهنقلب كل المكونات دي كده مع بعض بالشكل ده كده. تمام. معايا بقى الصينية بتاعتي مقاس 24. تمام بالشكل ده كده. عايزه بقى تحطي ورق زبده حطي، مش عايزه ممكن تدهني الصينيه سمنه زيت زي ما انت حابه، بس انا بحب ادهن الصينيه بتاعتي سمنه بصراحه. اهو الخليط اهو زي ما انتوا شايفين، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، المكونات كلها مظبوطه. تمام. وانا كنت مستعمله دقيق الضحى برضو علشان لو انتوا تبقوا عارفين يعني انهي نوع دقيق انا مستعملاه. تمام. هنزل بقى بالخليط بتاعي بالشكل ده كده. تمام. اهو بالمنظر ده كده، وهدخله
الفرن بتاعي بقى، ويكون طبعا الفرن انا اكون مسخناه قبلها على درجة حرارة 180، ويطلع معايا الكيك بالشكل ده. واختبرتها من النص كده بخلة علشان اشوفها مستوية ولا لا. ادي الكيك طلع معايا اهو. عايزه اقول لكم طري جدا وتحفه ما شاء الله، فظيعه. هقطع بقى الكيك الاول. انا عايزه اقطعه بقى ايه، مثلثات كده، يبقى شكله حتى جميل كده وشكله شيك بصراحه مع الصوص الشوكولاته بالسوداني. اهو كده بالشكل ده. كده معايا بقى السوداني انا يعني مكسراه كده نص تكسيره. هبتدي ان انا عندي بقى ايه الصوص الجناش كده جميل، شوكولاته بصراحه تحفه، عملته كتير على القناه. هنزل على الصوص الشوكولاته بعد ما تعمليه بقى، انا عاملاه كتير، ارجعي لاي الفيديوهات هتلاقي فيه معمول كتير قوي. هنزل بقى بكميه حلوه كده من السوداني بالشكل ده، وهبتدي ان انا اسقي الكيك بتاعي اللي انا طبعا مطلعاه التحفه المثلثات الجميل ده، وهسقيه هتشوفوه عامل ازاي بقى. عايزين بقى تحطوا على الصوص الشوكولاته ده برضو، يعني برضو احنا كده كده بنيجي نسيحه وبنعمله بنحط له زيت عشان بيلمع كده. تمام. انا هنا نزلت السوداني كمان علشان عايزه يبقى السوداني فيه كتير. تمام بالشكل ده كده. هو كده جاهز معايا اهو، بصوا تقيل وكله سوداني كده فظيع. معايا بقى قطعه الكيك بتاعتي تحفه. هبتدي ان انا احطها كده على معلقه، على اي حاجه تقدري ان انتي بس تتحكمي فيها كويس عشان ما تقعش منك. تمام. ومعايا هنا شبكه كده وتحتيها ورق زبده، وهبتدي ان انا اسقي الكيكايه بتاعتي بالصوص الشوكولاته الغرقان سوداني ده. حابه بقى تحطي سوداني حطي، حابه تحطي بقى اي مكسرات عندك انتي حره. تمام اهو بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا اسقي الكيك بتاعي كله بالمنظر ده، وهسيبه بقى على ورق الزبدة يبتدي ان هو ينزل اي زيادات فيه، والشوكولاتة كده تمسك نفسها كده وتشمع كده، هتبقى تحفة تحفة تحفة. طعمها عايزة اقول لكم خطير بجد، كأنك بتاكلي جاتوه مش بتاكلي كيك عادي خالص. هو كيك عادية جدا ما فيهاش اي حاجة، وتعملي عليها الخطوة دي هتعجبك جدا وهتعجب اولادك قوي. وعايزه اقول لكم في قطع جاتوه بره بتتباع بنفس الشكل ده، يعني ممكن بس الفرق ان هم بس بيبقى مفتوحه من النص وحاشينها يعني بس، لكن هي نفس الطريقه ونفس المقادير بالظبط. تمام. انا هنا بقى بوريكم كده اهو، هخلص بقى الكميه كلها والشكل النهائي بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم تحفه بجد، خطيره وطعمها رهيب. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، يعني هتعجب الاولاد قوي اللي بيحبوا الشوكولاته يعني. اهو بالشكل ده فظيعه. بصوا اللمعه اللي انا بقول لكم عليها دي خطيره، ديت اللي هي اللمعه اللي بتبقى في الجناش اللي احنا عاملينه يعني. تمام اهو ما شاء الله جميله جدا، حلوه جدا. لو حد جايلك كده تعمليها شكلها شيك، رحتي عند حد ممكن تعمليها وتاخديها معاكي برضو مختلفه، وفي نفس الوقت مش مكلفه قوي يعني بالاسعار اللي احنا فيها دلوقتي، فهي مش مكلفه للدرجه، كلها حاجات بسيطة. فجميلة بصراحة يعني. بدل ما تعملي تورتاية مثلا وتخشي بقى في كريم جانتيه وموال وبتاع، لا دي سهلة كده ومقاديرها كلها بسيطة. الشكل بصراحة بيتكلم عن نفسه، يعني شكلها جميل. فطبعا شجعوني بقى وحطوا لي اللايك عشان الفيديو يترفع بيكم وعشان غيركم يشوفوه برضو. واللي مش مشترك بقى يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد انا بنزله. وهستنى تعليقاتكم، عايزة اشوف رأيكم للي ان شاء الله يجربها ويقولي على طعمها ويقولي على مقاديرها. بس اهم حاجة برضو تخلي، ولو محتاجين اي مقادير مثلا حاجه نسيتوها حاجه مش عارفينها ممكن تبعتولي ارد عليكم. وعايزه اقول لكم على حاجه، نوع الشوكولاته برضو ديت تخلي بالكم منها شويه، لان الانواع
هي اللي هتفرق معاكم في الطعم يعني. تمام. هو بصوا يعني هما نوعين اتنين افضل نوعين، سما حلو ودريم بس. بصراحة اي نوع تاني انا ما جربتوش. انا في كذا، في نوع واحد جربته بس ما عجبنيش. اقول لكم سلام عليكم، باي باي.